الرسالة مع شروحها والمدونة والاستذكار والمقدمات والتمهيد إلى غير ذلك، حتى لا أطيل عليكم. أعلم أنكم في شوق، استسمحكم عليكم في هذه النقاط وأعطيكم إليه الكلمة، وبارك الله في الجميع وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد أكرم هذه الأمة بجملة من الكرائم والفضائل، وجعل الله عز وجل لها من المناقب ما لا يحصيه ولا يعده عاد ولا محصي إلا الله سبحانه وتعالى. وقد أنزل الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام أفضل وأحسن وأحكم كتبه جل وعلا، وبعث الله سبحانه وتعالى إلى هذه الأمة سيد الأنبياء والمرسلين، وجعل الله عز وجل هذه الأمة أفضل الأمم. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث زيد قال: أنا أفضل الأنبياء وأمتي أفضل الأمم. وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان منزلة هذه الأمة وأنها أكثر أهل الجنة دخولا وأقل أهل النار دخولا. جاء في ذلك نصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما رواه الطبراني وغيره من حديث معاوية بن حيدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أهل الجنة 120 صفا، أمتي منهم 80. وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنتم في أهل النار إلا في الشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في مناقب هذه الأمة وفضلها قال: إنما بقاؤكم في من كان قبلكم وذلك كرجل استأجر أجراء، أو إنما مثلكم في من كان قبلكم كرجل استأجر أجراء. فقال: من يعمل لي من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر على قراط. ثم قال: من يعمل لي من صلاة الظهر إلى صلاة العصر على قراط. ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى صلاة المغرب على قراطين. قال: فعملتم أنتم؟ ثم قالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا. فقال الله عز وجل: ذلك فضلي أوتيه من أشاء. لهذا نعلم أن الله عز وجل قد عوض هذه الأمة خيرا، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد جعل أعمالها من جهة الثواب والمضاعفة أكثر من غيرها. ولهذا إذا عمل الواحد منهم عملا جعل الله عز وجل له الحسنة ب10 أمثالها إلى 700 ضعف. ويكفي الأمة شرفا وعزة وتمكينا أن الله سبحانه وتعالى قد حفظ لها هذا الدستور العظيم. لهذا قال الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حفظ الله عز وجل الكتاب العظيم من أن يناله أو يطاله شيء من التحريف والتبديل والتغيير، فقد حفظ الله سبحانه وتعالى من ذلك. فلا يكاد أحد أن يتدخل على شيء من كلام الله عز وجل بشيء من الحروف والمعاني الباطلة إلا وأظهر الحق أهل الحق. ولهذا كان الله سبحانه وتعالى يمن على هذه الأمة بذلك الحفظ، ولهذا أظهرت منته في قوله جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فلولا فضل الله ورحمته يعني فضل الله الإسلام ورحمته القرآن، كما روى ابن جرير الطبري وغيره من حديث عن عبد الله بن عباس ومجاهد بن جبر وسعيد بن جبير وهلال بن يساف وغيرهم من مفسر السلف، قال: فضل الله الإسلام ورحمته القرآن. ولهذا سمى الله عز وجل الدين والقرآن نعمة، كما قال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. والمراد بتمام النعمة ما جعل الله عز وجل في هذا القرآن من كمال الوضوح والجلاء والإحكام. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. أحكم الله عز وجل في ذلك الشرائع، وأحكم الله عز وجل في ذلك المنهاج والطريق. فكان في هذا القرآن من الفضل والهداية، وكان في ذلك من الرشاد
ووضوح السبيل والجلاء والضمان من أي دخيل فيه ما يحير الباب أهل الألباب وذوي العقول. ولهذا كان الله سبحانه وتعالى يمتن في مواضع عديدة من كلامه جل وعلا على هذه المنة. لا يحتاج كلام الله جل وعلا إلى أحد يتكلف بحفظه أن يحميه من أي دخيل فيه، فإن الله عز وجل إذا عجز أحد أو تكاسل أحد أبدل الله عز وجل به غيره. ولهذا كان دين الله عز وجل محفوظ. والمنة في ذلك لمن يأتي إلى القرآن ويحفظه أكثر من منته على القرآن، وذلك أن الله عز وجل ما جعل كتابه العظيم رداء ينزعه ويضعه أحد من الناس كيفما شاء، بل جعل الله عز وجل ذلك رداء إن نزعه أحد أو نزعه قوم وضعه على آخرين. ولهذا يبعث الله عز وجل على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، كما روى ذلك أبو داود في كتابه السنن. لهذا إذا أردنا الهداية فلنستمسك ولنستعصم بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الله جل وعلا قد بين لنا أن كلامه سبحانه وتعالى هو الهداية وهو المستمسك وهو البيان وهو الهدى، فأي اختلال وأي اضطراب عن ذلك المسلك هو فتنة تقع في الناس. ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فبين الله جل وعلا أن أي اختلاف أو خلاف أو خروج عن حدود الله عز وجل وأوامره أن ذلك أمارة على فتنة تدب في الأمة بقدر مخالفة الله سبحانه وتعالى والخروج عن حدوده جل وعلا. لهذا قد روى الترمذي وكذلك الإمام أحمد في كتابه المسند من حديث علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كتاب الله فيه خبر من قبلكم ونبأ من بعدكم، هو الجد ليس بالهزل، ما تركه من جبار إلا قصمه الله. وذلك أن من جعل القرآن وراء ظهره لم يبطئ الله عز وجل ويمكن له في أجله في الأرض إلا وجعل الله عز وجل الدائرة عليه. وما من أحد يرقى ويصعد على عتبات القرآن ثم يتنكر له إلا كانت تلك عاقبته الخسار، وجعل الله عز وجل أمره إلى إدبار وإلى ثبوت. لهذا إذا اعتصمنا بكلام الله عز وجل أنجانا الله عز وجل من العذاب وأنجانا الله من الفتن فيما بيننا. لهذا أمرنا الله بالاستمساك بكلامه، لا الاستمساك بأقوال الرجال ولا الرجوع إلى أقوال فلان وفلان. فأي أحد يقول شيئا في دين الله عز وجل لا يهتدي بشيء من كلام الله عز وجل ولا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك إدخال في دين الله ما ليس منه. لهذا كان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى هم الأمان على هذه الأمة، لأنهم كانوا أكثر الناس أخذا للقرآن، فكانوا جماعة اعتصموا بكلام الله سبحانه وتعالى وامتثلوا قول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. جاء عن غير واحد من المفسرين أن المراد بحبل الله هو كتاب الله الذي وضعه الله عز وجل بين أيدينا، وقيل إن المراد بذلك بحبل الله هو كلمة توحيد الله جل وعلا: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فبقدر الدخيل في هذين الأصلين وهو توحيد الله عز وجل، وما يأتي أيضا من أصل الأصول وأصل الفروع وكذلك أصل الفضائل والآداب والسلوك وهو كلام الله جل وعلا، أي دخيل في ذلك أماره على شق صف المسلمين. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي موسى الأشعري قال أبو موسى: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب فقلنا ننتظر حتى نصلي مع رسول الله صلاة العشاء. قال: ثم خرج رسول الله ثم رجع إلينا في صلاة العشاء فقال: ما زلتم مكانكم؟ قال: قلنا نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد نظر إلى السماء: قال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. المراد بهذا المعنى أن الأمان لا يتحقق لهذه الأمة إلا بوجود حامل ومحمول،
الحامل في ذلك الحامل لكلام الله عز وجل بثقة وأمانة من غير دخيل فيه من شائبة الهوى والرأي. وكذلك المحمول هو كلام الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل جعل كتابه وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وأمر الأمة بالبلاغ. لهذا قد جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو وعلي بن أبي طالب وغيرهم قال بلغوا عني ولو آية، يعني ينبغي أن تحملوا من القرآن ما استطعتم ولو كان آية ينبغي لكم أن تبلغوها حتى يكون ذلك أمانا لكم. أمانا من ماذا؟ أمان من الاختلاف والفرقة والنزاع ومن دخيل الآراء والأهواء، وكذلك من دسائس الفتن ودسائس الأقوام الذين يريدون أن يجعلوا الأمة أوزاعا. لهذا حث الله عز وجل على أمرين: حث على الجماعة، وهل هي على أي حال أن تكون الجماعة؟ لا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أمر أن تكون الجماعة لا على آراء الرجال ولا على الأنساب ولا على الأحساب ولا على اللغات ولا على البلدان، وإنما تكون الجماعة على كلام الله سبحانه وتعالى. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولهذا قدم الله عز وجل الاستمساك بكتابه قبل لفظ الجماعة. واعتصموا بحبل الله وهو قرآنه جميعا ولا تفرقوا. ولهذا نعلم أن الأمة إذا اجتمعت على غير كلام الله عز وجل فهي تجتمع على شيء من المصالح، إذا ذهبت تلك المصلحة دب الخلاف والفرقة فيها. لهذا يقول الله سبحانه وتعالى، يقول الله جل وعلا لنبيه: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. يعني التأليف لأجل الأموال والاقتصاد وغير ذلك يجعل الأمة تدور على المادة، فإذا نزل الاقتصاد حدثت الفتنة والاضطراب، لأن الولاء في ذلك للمال، فأصبح الولاء يكون بين الناس بالعملة وبالنقد وغير ذلك مما يقوى به عصب الناس وصلاتهم، فتجد الناس يشترون وتشترى آراؤهم بالأموال. وأما إذا كان مرجع ذلك إلى عقيدة الإنسان وإلى استمساكه بكلام الله لم تكن تلك الأموال تؤثر على الإنسان. لماذا؟ لأنهم على أصل أعظم من ذلك وهو اعتصام بكلام الله. ولهذا كان الصحابة عليهم رضوان الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون وهم حفاة، وربما بعضهم عراة لا يجدون إلا ما يستر عوراتهم عليهم رضوان الله تعالى، ويقاتلون أعتى أهل الأرض وهم أصحاب الأموال والثرى، وذلك أنهم قدموا أنفسهم لمرضاة الله سبحانه وتعالى، لأنهم استمسكوا بما هو أعظم من المادة، استمسكوا بالله جل وعلا وبحبله المتين الذي مده الله سبحانه وتعالى للناس في هذه الأرض. من أراد أو زعم أنه ينجو بحبل من الأرض فهو كحال الإنسان الذي يكون في شيء من الفلك، وأرادت تلك الفلك أن تغرق فيستمسك بسفينته التي تغرق به. فالله عز وجل بين للعباد أن لا ينجيهم إلا حبل ممتد من السماء، لا حبل خارج لهم من الأرض، لأن الحبل الذي يخرج من الأرض يغرق معك كما تغرق معك. ولهذا حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاجتماع على الجماعة، الاجتماع على كلمة التوحيد، وأن لا نوحد الكلمة على أي حال. نجتمع مؤقتا على الأنساب، ونجتمع مؤقتا على المادة، ونجتمع مؤقتا على دستور من الدساتير الوضعية، ولكن لم يلبث ذلك إلا وأن يدب الخلاف والفرقة بمجرد زوال ذلك أو اختلاف الشهوات من مصالح الدنيا. لهذا جعل الله عز وجل حماية الأمة واستمساكها وبكلام الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث السابق، قال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. والمراد بما توعد السماء هو من الفتن والاضطراب، وهذا من علامات الساعة أن يكثر سقوط الشهب، وهذا أمارة على دنو الساعة والقلق والخوف الذي يحدث في الكون. قال: وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. قوله أمنة أي الأمان والطمأنينة والثقة، وثقة الناس ببعضهم، يثق الإنسان بجاره، ويثق أهل البلدة بالبلدة الأخرى، ويثق الغريب بالغريب، لأن جامعهم في ذلك أسمى من غرابة اللغة وغرابة الأعراف. ولهذا قال: أنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. ما الذي يوعدون؟ الذي يوعدون بذلك
هو شيء من الاختلاف والفرقة. ولهذا بمجرد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الخلاف متتابعا، وينزع فتيل الخلاف بماذا؟ ينزع فتيل الخلاف بالوحي، بإرجاع الناس إلى كلام الله. فأول خلاف نشأ بالأمة بعد وفاة رسول الله: هل مات رسول الله حقا أو لم يمت؟ حتى قام أبو بكر وهو أعلم الناس بالله جل وعلا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام في الناس فقال: قال الله جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات انقلبتم على أعقابكم إنك ميت وإنهم ميتون. حتى كان من الصحابة من يعلم القرآن فيظن أنه سمعها لأول مرة لأنها غابت عنه. ولهذا في حال الفتن وفي حال اضطراب كثير من الأحوال يفزع الإنسان ويغيب عنه كثير من الأدلة، ويكون حينئذ النزاع والمرد في ذلك إلى أعلم الناس في الأرض الذي يعيدهم إلى ماذا؟ يعيدهم إلى كلام الله عز وجل. فكانت البدعة ربما تنشأ بمثل ذلك، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمت بل رفعه الله عز وجل إليه. وربما نشأ لو لم يكن في الأمة أصحاب عقيدة ظاهرة بينة كأصحاب رسول الله وخلفاء الراشدين ومنهم أبو بكر وعمر، أن ينشأ في الأمة ما نشأ في كثير من الأمم من الخرافات، وأن النبي طرأ عليه من الغيبة كما طرأ على غيره، كما نشأ في ذلك كثير من طوائف الضلال الذين يزعمون أن إمامهم غائب ويأتونهم بشيء من الخرافات حتى يظهر ذلك الغائب. فنزع ذلك الفتيل أبو بكر عليه رضوان الله ببيان أن هذا الأمر على الحقيقة فلا تختلفوا على هذا الأمر. وأبو بكر يتمنى أن النبي لم يمت، ولكن الحقيقة ينبغي أن لا نكابرها بالعواطف حتى نحدث شيئا من النزاع والفتنة والبلاء في فرقة الإسلام. ولهذا أظهر أبو بكر الصديق عليه رضوان الله الرجوع إلى كلام الله، لأنهم من استمسكوا به نجوا. قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم نشأ خلاف لا يلبث خلاف حتى يأتي خلاف يليه، ربما في ذات اليوم: هل يغسل النبي وهل نجرده كما نجرد موتانا؟ ومقام النبوة في ذلك عظيم، حتى جاء في ذلك وسمعوا من يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام يصب عليه الماء صبا. ثم اختلفوا في دفن النبي عليه الصلاة والسلام، أين موضع دفنه؟ وجسد النبي عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم، خلاف في ذلك لهذه الحادثة العظيمة. فكان الجماعة كل ذلك يرجعون إلى ما يعلمون من الوحي بأعلم الناس في زمانهم، وهو أبو بكر الصديق، حتى قال فيهم أبو بكر كما جاء عند الطبراني وغيره قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدفن الأنبياء حيث يقبضون. واختلف الصحابة في ذلك على 3 أقوال: منهم من قال نهجره إلى مكة لأنها مبعثه، ومنهم من قال ندفنه في المدينة لأنها موضع هجرته وأزواجه، ومنهم من قال في بيت المقدس لأنها مسرى رسول الله واجتماع الأنبياء خلفه، وكل يورد شيئا من الأدلة، حتى جاء أبو بكر فحسم ذلك بشيء من الدليل: يدفن الأنبياء حيث يقبضون. ولهذا تقول عائشة عليها رضوان الله: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدري بين سحري ونحري وفي حجرتها، فدفن النبي في تلك البقعة التي قبضت فيها روحه الشريفة عليه الصلاة والسلام. ثم وقع في ذلك خلاف في تركة النبي عليه الصلاة والسلام: هل تقسم للناس أو لا تقسم؟ تقسم للورثة أو لا تقسم؟ حتى قام أبو بكر الصديق عليه رضوان الله بنزع ذلك الفتيل، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. فكان الخلاف في ذلك ينزع بالأدلة. ثم ارتد من ارتد عن العرب، فقام بعض الصحابة عليهم رضوان الله فقالوا: لا نقاتل أولئك وهم يشهدون أن لا إله إلا الله. حتى قام أبو بكر الصديق عليه رضوان الله فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فبين أن المراد بذلك حتى يعطوا الزكاة أيضا، وأن لا يكتفى بذلك بمجرد النطق بالشهادتين. فكان الفتيل ينزع والكلمة تجمع بالإرجاع إلى الوحي كتابا وسنة. ويعلمون أن كلام النبي عليه الصلاة والسلام هو مرد الجماعة، فكانت كلمة الصحابة عليهم رضوان الله على اجتماع. لماذا؟ لأنهم أدركوا أن الرجوع إلى الدليل ينبغي أن يقدم على حدود النفس، وذلك لطيب سريرتهم وحسن مقصدهم، وكذلك تعلقهم بالله واقتدائهم بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يرجعون للدليل
عند أول سماع له لا يرجعون إلى حظوظ النفس، ولا يطلبون الأمارة، ولا يطلبون الجماهير، ولا حب الناس ولا الصيت ونحو ذلك. فإذا جاءهم الدليل قالوا في ذلك سمعا وطاعة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رباه، وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون هو هذا الشيء الذي جاء فيه من الخلاف. كلما تأخر الأمر زمنا يكثر في ذلك ضد الأمان، وهو شيء مما يطرأ على الأمة من الخوف والاضطراب. ولهذا إذا اعتصمت الأمة بكتابها وأرجعت ذلك إلى الصدر الأول من الصحابة عليهم رضوان الله، لأنهم هم الخيرية. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. الخيرية هنا في قوله خير أمة أخرجت للناس المراد بذلك هو الرجوع إلى كلام الله سبحانه وتعالى وإلى وحي الله جل وعلا. لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: توفون يوم القيامة 70 أمة أنتم خيرها. وتلك الخيرية في ماذا؟ هي التي بينها الله عز وجل في ذلك، وهي الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن يأتمر الناس ويصغي صاحب الخطأ مهما كانت منزلته، وأن يدعن أيضا للمخالف إذا أورد دليلا أن يقول سمعنا وأطعنا. وأكثر ما ضلت به بنو إسرائيل أنهم إذا كانوا على شيء من أقوال الرجال ومسائل الاجتهاد وجاءهم شيء من الأدلة من كلام الله ووحيه، انساقوا لآرائهم وانساقوا لأهوائهم. لماذا؟ ليحافظوا على كرامتهم ولو بدلوا كلام الله، بل طالت أيديهم إلى تحريف حروف كلام الله حتى يؤيدوا أقوالهم. ولكننا أمة مرحومة حفظ الله عز وجل لنا الكتاب، فلا تجرؤ يد مهما كانت موغلة في البدعة والضلال على كلام الله عز وجل، وهذا من وجوه الإعجاز. لهذا أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نستمسك بحبل ممدود، وهذا الحبل الممدود هو حبل متين نحتاج إلى التمسك به فقط، ليس حبلا مهترئا أو حبلا لا تجتمع عليه الأيدي، بل تناله كل يد من طوله، وهو وأدناه عند الماسك ورأسه عند الله سبحانه وتعالى. من أراد الهداية والنجاة فليستمسك بذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الخبر السابق قال: وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. ولهذا ما يأتي الأمة من الوعد بنقص الأمان هو بعدم استمساكهم في من كان قبله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عمران بن حصين قال: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. من أراد الهداية والتوفيق والسداد فليستمسك بأولئك القرون التي نص النبي صلى الله عليه وسلم على خيريتها، وهو القرن الأول وهو زمن النبي عليه الصلاة والسلام وزمن أصحابه، ثم بعد ذلك زمن التابعين، ثم بعد ذلك زمن أتباع التابعين، ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إن المراد بذلك أن الناس بعد ذلك يختلفون، تظهر الخيرية في بلد وتنقص في بلد آخر. كلما استمسكوا بحال القرون الثلاثة كانوا من أهل الهداية والتوفيق والنجاة والاستمساك والاعتصام بكلام الله سبحانه وتعالى. لهذا جاءت شرائع كثيرة جدا في الدين حثا على الجماعة وائتلاف الناس. شرعت جماعة المسلمين في المساجد، وشرع في الإسلام الوصية بالجار، وشرع أيضا بإكرام الضيف، إشارة إلى أنه ينبغي للناس أن يتداعوا وأن يجتمعوا قدر وسعهم وإمكانهم وأن لا يختلفوا. لهذا جاءت الشريعة بكثير من الأحكام بالنداء للصلاة حتى يتداعى الناس إلى ذلك. لماذا؟ لأن الإنسان يقوى بغيره ويضعف إذا خلا بنفسه، وذلك أن الشيطان إذا انفرد الإنسان قارب منه ودنا. قد جاء في المسند وعند أبي داود في كتابه السنن من حديث أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ثلاثة في قرية ولا بنو لا يؤذن فيهم ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. فعليكم بالجماعة فإن الذئب يأكل من الغنم
من الغنم القاصية، وذلك أن الذئب لا يأتي إلى الغنم إذا كانت مجتمعة يهابها وهو يعلم أنه لو جاءها لأخذ مراده لرحمه لها، ولكنها إذا كانت مجتمعة يتهيأ وينتظر أن يخرج وأن يشد منها حتى يأتي إليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أراد أن يبين أن حال الإنسان كحال هذه البهائم، وأن الشيطان كحال الذئب الذي يأتي إلى افتراسها. والله سبحانه وتعالى قد كرم بني آدم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشبه الحال بالحال لا أن يشبه الذوات بالذوات. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يشبه أحكام الإسلام وربما بشيء من الجمادات، كما في قوله بني الإسلام على 5، ويخط خطوطا بيانية لبيان الحق من الهدى. إن الاستمساك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والاعتصام بحبله هو النجاة وهو الفوز وهو الأمان الذي أرادنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكون عليه. قد روى الإمام أحمد وكذلك الترمذي في كتابه السنن من حديث العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها الدموع، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، وعلى من صيغ الأمر وصيغ الوجوب، وذلك أنك إذا قلت لأحد عليك كذا يعني أنه فرض عليك، فهذا كحال الأمر بقول الإنسان افعل كذا. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاستمساك بالسنة فقال: عليكم بسنتي. ولم يكتف النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، بل أكد أن ثمة موضع دلالة في حال غلبة آراء الرجال أن يرجع في ذلك إلى خيرة الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الخلفاء الراشدون الأربعة. فقال: وعليكم بسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها. فبين أنه بعد أمره عليهم عليه الصلاة والسلام بقوله: عليكم بسنتي، أنه ينبغي أن يكون الاستمساك وتأكيد مرة أخرى، فأمر بقوله: عليكم بسنتي، وخشية أن يتيهوا عن السنة ولا يفهم العبارة أن يرجعوا بذلك على أنقى الناس طريقا وهم الخلفاء الراشدون. ثم أراد أن يؤكد ذلك الاستمساك بقوله: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال تمسكوا بها، الإنسان لا يؤمر بمثل هذا الأمر إلا وجود شيء من الاضطراب والاختلاف. الإنسان حينما يكون في مركب، يكون في سيارة أو يكون في سفينة ويقول له الإنسان تمسك، إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى وجود شيء من الاضطراب، تمسكوا بها. لماذا؟ إما أن تكون أنت قد تزلزلت، وإما أن تكون هي تريد أن تبتعد عنك، فعليك أن تستمسك بها. لهذا ينبغي للإنسان أن يدنو بين الحق وأن لا يجعله تلقاء ظهره. قد تظن أن الحق عندك، بينما أنت على هذه الحال يبتعد منك الحق وتقرب من الباطل، لأن الحق كان قريبا منك فابتعدت عنه. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تمسكوا بها حتى تأمنوا من القرب وتأمنوا من الاضطراب. وهل اكتفى النبي عليه الصلاة والسلام بذلك؟ بل أكد بذلك في قوله: وعضوا عليها بالنواجذ، يعني لا تكتفوا بالأيدي فقط، بل عضوا عليها بالنواجذ. إشارة إلى ماذا؟ ليس إشارة إلى وجود اضطراب عام، بل وجود من ينازعك الحق. الإنسان إذا أراد أن يمسك مالا، خريطة فيها مال أو شيء فيه كنز، وأراد أحد أن ينازعه إياه، يمسكه بيديه ويمسكه بماذا؟ يمسكه بأسنانه خشية أن ينفلت منه. في هذا إشارة إلى النزاع الشديد الذي يكون في منازعة الحق من الإنسان. ولهذا نرى كثيرا من البدع وكثيرا من الأهواء وكثيرا من الانحرافات عن ماذا؟ تريد أن تسلب الإنسان من الحق، وتريد أن تقلب الحق الذي لديه إلى الباطل وأن تكسوه بالباطل. ولهذا بين الله سبحانه وتعالى أن أكثر ما يضل به الناس
هو الفتنة بقلب الحق إلى باطل وبقلب الباطل إلى الحق، وذلك بحال الكسوة أن الإنسان يزخرف الأقوال زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا، يعني أنه غرور، ولكن من جهة ظاهره هو نوع من الزخارف المحسنة، كحال الإنسان الذي يكسو جدارا مشوها بشيء من الكسوة من ورق الحيطان أو الزي أو الأقمشة أو غير ذلك، وإنما هو مبتدئ لا قيمة له. فإذا أراد الإنسان أن يشتري تلك الدار اشتراها بغالي الأثمان، فإذا أزال ما عليها وجدها مبتدئة في هذا، ولهذا سمى الله عز وجل ذلك من زخارف الأقوال. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور، يعني أنهم يقلبون الحق إلى باطل والباطل إلى حق، لأنه ما من أحد في الدنيا مهما كان موغلا في البطلان يصور للناس الباطل على أنه باطل فيقول تعالوا إلى باطلي، وإنما يقول تعالوا إلى الحق ولو كان باطلا. لهذا إن الصراع الذي يكون بين أهل الحق والباطل هو صراع أكسية وصراع زي، يحتاج إلى عالم بالله سبحانه وتعالى بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيل هذه الأغطية حتى تتضح تلك الحقائق، وإزالة تلك الأغطية تكون بماذا؟ تكون بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوجد كثير من الناس يحسن قصدا بالتعبد لله عز وجل، ويحسن قصدا بترجيح آراء وبيان أقوال، ولكن ذلك حسن المقصد لا يكفي أن يكون الإنسان على حق وهدى. ولهذا كثير من الناس الذين خالفوا أمر الله جل وعلا هم كانوا يظنون أنهم على الحق، ولهذا قال الله جل وعلا عن بعض الكفار قال: ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، يعني يظنون أنهم على الحق. ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى أراد أن يرجع الناس إلى حقائق الأشياء لا على ظن الإنسان، وأن ظنك الذي أقنعت به نفسك أنك على الحق لا يعني أنك على الحق. عليك أن ترجع إلى الله جل وعلا وأن تراجع الحق في ذاته، لا أن يحملك تعصبك لأقوال فلان أو لأقوال الآباء وأقوال الأجداد ثم تدع في ذلك النص البين المحكم من كلام الله سبحانه وتعالى. لهذا ظل كفار قريش وهم يتبعون ماذا؟ يتبعون ما كان عليه الآباء، يعبدون الأصنام من دون الله عز وجل، بل أوغلوا في الجاهلية حتى جاء في البخاري في قول سهل قال: إذا كنا في سفر ولم نجد حجرا نعبده من دون الله احتلب أحدنا ضرع عنز حتى إذا كان على التراب انتظره حتى يكون يابسا ثم سجد عليه، يعني أنه يصنع آلهته ويضعها من حليب على رمل حتى يسجد على ذلك، ومع ذلك يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إذا طابت قلوب أولئك بالباطل المتمحض بالبطلان فكيف بغيرهم ممن يكونون دونهم بالبطلان. كذلك أيضا من أعظم ما يحرف الإنسان عن طريق الحق وطريق الجماعة والاستمساك بالحبل المتين الذي أمرنا الله عز وجل به هو التعصب للآراء. لا تتعصب لقول فلان ولا لقول فلان ولا لقول أبيك ولا لقول جدك ولا لقول شيخك ولا لقول بلدك ولا لما شاع عندك ولا عند غيرك في أي بلد من بلدان الدنيا بعد الزمن والصدر الأول. عليك أن تعلم أن كثيرا من الأمور قد تتغير في سنة أو عقد أو في عقدين. يرجع الإنسان إلى ماذا؟ يرجع إلى كلام الله وإلى كلام رسول الله، ويبحث عن أقوال الصحابة عليهم رضوان الله وعن أجلة التابعين، فبهم المستمسك وبهم الهدى وبهم النجاة عليهم رضوان الله. كذلك لنعلم أن تعصب الإنسان لبعض الآراء ربما يحمله أن يقبل على النار ولو كان يراها بعينيه. أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوجد في كفار قريش من استيقن في قلبه بصدق محمد كما استيقن أبو طالب، ولهذا دافع عنه دفاعا مستميتا وأراد له النصرة، فكان يدافع عنه من أن يعتدى عليه، من أن يستباح العرض أو يستباح الدم
أو يطرد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى ذكر ابن إسحاق أن النبي عليه الصلاة والسلام حوصر في شعب مكة 3 سنين، وكان أبو طالب يبعث إليه بالطعام خفية وهو يدعو إلى ما يخالف ما عليه الآباء والأجداد. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب أبا طالب لهذه الأفعال وأراد هدايته، حتى أنزل الله عز وجل عليه قوله: إنك لا تهدي من أحببت. أثبت أن النبي يحب أبا طالب لتلك الأفعال، لا يحبه لشركه وما هو عليه مما بقي عليه من دين آبائه، ولكن هذه النصرة العظيمة التي يظهر منها أنك في باطنك تعلم أنني جئت بحق فلماذا لا تتبعني. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام معه إلى آخر اللحظات، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة نحاج لك بها عند الله. وكان قرناء سوء عنده في آخر لحظاته، وكان يمدح النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أنشد في النبي عليه الصلاة والسلام نونيته المشهورة في قوله وهو يريد أن يدافع لما هددت النبي قريش أن يقتلوه، أنشد قصيدته النونية المشهورة وقال: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. فاصدع بأمرك. ما هو الأمر؟ هو أمر الله، فلماذا لا تؤمن به؟ فاصدع بأمرك ما عليك غضاضا، وابشر بذاك وقر منه عيونا، ودعوتني وزعمت أنك صادق ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، وعرفت دينا لا محالة أنه من خير أديان البرية دينا. إذن ما الذي يمنعك يا أبا طالب؟ لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك يقينا. تخاف ملامة من؟ ملامة الأب، ملامة الجار، ملامة الصاحب، ملامة إعلام، ملامة يمين البلد أو غير ذلك. لهذا كان يرى ويظن أن أهل بلده يخالفون محمد صلى الله عليه وسلم، فخشي أن تعيره قريش. ولهذا كان في آخر كلامه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن تعيرني قريش لأقررت بها عينك. فمات على ماذا؟ فمات على قوله هو على ملة عبد المطلب. رجل رأى النبي عليه الصلاة والسلام ويعلم صدقه، وظهر أيضا من علمه بذلك ببعض قصائده ودفاعه المستميت، ومع ذلك ما استطاع وما جرؤ أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لماذا؟ تعصبا لآراء الآباء وآراء الأجداد وآراء الموروث الذي ضل به كثير من الناس. ولهذا أعظم الحجج التي يحاج بها الأنبياء عند مواجهة الحق بالحق يواجهون ويقولون: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. انظروا إلى قصص الأنبياء، إن لم تأتي هذا النص بذاته يأتي بمعناه أننا كنا على ما جاءنا من آثار الآباء والأجداد، فعلينا أن نبقى على هذا الأمر. وذلك أنهم إذا جاءهم الحق ردوه لأجل ماذا؟ لحداثة وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. ما علاقة الآباء؟ ما علاقة الأجداد ونحو ذلك؟ ما دمت أنت تقبل أو تعلم أن مسألة الآباء والأجداد أنك تلبس زيا لا يلبسون، وتأكل طعاما حادثا لا يأكلون، وتبني بيتا على غير ما كانوا يبيتون، وتعلم أن المادة تتغير في حالهم، فكيف لا تتغير آراء الرجال؟ ولهذا يقول الله جل وعلا كما في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. إن الشياطين أصحاب مكر على بني آدم يحرفونهم بمسار دقيق جدا حتى يصبحوا في غاية الانحراف، على انحراف دقيق على سبيل التدرج. ولهذا بدأت الوثنية أول ما بدأت بالعرب بتشريع التصوير والتماثيل وتعليقها، ثم لأقوام صالحين، ثم بعد ذلك أصبحوا يتذاكرونه، ثم أصبحوا يعظمونه، ثم أصبحوا جاء جيل بعد ذلك وأصبحوا يعبدونه. لهذا البدع والشركيات ومخالفة أمر الله سبحانه وتعالى تحدث في المجتمعات بسبب ماذا؟ تحدث في المجتمعات على انحراف يسير على طريقة تدرج لا يشعر بها الإنسان. لهذا الإنسان إذا أراد أن يركب البحر على الفلك أو سلك طريقا بريا ممتدا ثم مشى على هذا الطريق، وبعد 3 ساعات إذا كان في بلد لا يعلمها أو في بحر اللجي لا يعلمه، ومضى على ذلك 3 ساعات وهو يسير على انحراف يسير، يرى أنه قد انتكس ويظن أن القبلة هناك، ثم يكتشف أنها في جهة معاكسة. لماذا كان هذا؟ لأن التغير جاءه
على سبيل تدرج وبطء. لكن أن تأتي إلى شخص وهو في موضعه تقوم بحرفه، ألا يدرك أن القبلة وراءه؟ يدرك أن القبلة وراءه. لماذا؟ لأن التغير جاء عجلا، جاء على سرعة فأدركه. ثم أيضا إذا تغير في حال مساره بأمتار أو بكيلو واحد ونحو ذلك أدرك ذلك التغير. ولكن إذا كان التغير بطيئا من جيل إلى جيل حتى يصبح الإنسان متغيرا ولا يدرك أين القبلة، فربما يصلي إليها إلى غير القبلة، فربما إلى جهة معاكسة في ذلك. لماذا؟ لأن عقل الإنسان يتوه على سبيل التدرج. ولهذا الله سبحانه وتعالى يبعث جل وعلا في كل زمن يقع فيه شيء من البعد من يأتي ويوجه الناس ويعيدهم سبحانه وتعالى إلى الطريق المستقيم. جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، كلما هلك نبي جاء نبي بعده. ما معنى تسوسهم أنبياؤهم؟ كحال سياسة الخيل، الإنسان يسوسها، فإذا تركها وطال عليها الأمد بدأت تنسى ما هي عليها وأصبحت ترجع إلى طباع غير المعلمة، فتأتي ويأتي من يسوسها ويعيدها إلى ما هي عليه. لهذا نفوس البشر إذا تقادم عليها الأمر بدأت بالانحراف شيئا فشيئا. ولهذا من أعظم دخائل الشيطان على بني آدم أنه يصور لهم بعض الأشياء على أنها من دين الله، حتى يكتشف الإنسان أنها جاءت على طريق ممتد مخالف عن منهج محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا كثير من الأفكار حتى لو كانت عقلانية، إذا كانت لا تهتدي ولا يضبطها حدود الله عز وجل تجد أنها تنحرف في غاياتها. لهذا الله سبحانه وتعالى سمى شرائعه وحدوده، قال: وتلك حدود الله، يعني أن الله رسم لك الطريق، انتبه إلى الخطوط، لا تخرج عنها. هذه الخطوط هي خطوط إلهية، لأن الله عز وجل يعلم أن العقل يحتاج إلى شيء يقيده. تذكر اليوم وتذكر غدا وتذكر العقد بعد 20 و15 وأكثر من ذلك وأقل، ولكنك بعد ذلك سيبدأ في ذلك إلى أن يكون ثمة مراجعة إلى ماذا؟ مراجعة إلى النص ومعاهدة بالكتاب والسنة حتى لا تكون بعيدا عن ذلك. حتى المدرسة العقلية، لو أراد الإنسان أن يرجع إلى المدرسة العقلية الغربية من الليبرالية وغيرها، يجد أنها أول ما بدأت أنها رسمت لنفسها أنها شيئا عقليا من غير الرجوع إلى وحي، بل أبعدوا الوحي عن حياتهم وقالوا نستطيع أن نقود أنفسنا بأنفسنا. بدأوا وحرروا وزعموا أنفسهم أن العقل يحكمهم مجردا، بدأوا بالعقل وسنوا لأنفسهم مسائل الحريات وغير ذلك، ابتدأوا بحريات اقتصادية ثم اجتماعية، ثم آل الأمر على حال لا يدرك الإنسان ما آل إليه من البشاعة، حتى إن الرجل يتزوج الرجل بوثائق رسمية، وإن المرأة تتزوج المرأة بوثائق رسمية. انحراف لم يكن في زمن البشرية على الإطلاق. ولهذا حتى إن قوم لوط إنما وقعوا في ذلك يقعون في ذلك لا أنه زواج، وإنما يفعلون ذلك نزوة وشهوة، لا يفعلونه زواج كما يفعله من هو أشد منهم في هذا الزمن المعاصر. الليبرالية حينما بدأت لم يكن ولا يخطر في بال أحد ممن سنها أن يؤول الأمر إلى ما آلوا إليه، ولكن آل إليه بعد طريق ممتد بدأ ينحرف شيئا فشيئا حتى مضى على ذلك 200 سنة وأصبح الأمر على ما هو عليه. ولهذا الله سبحانه وتعالى ما ألغى عقل الإنسان، ولكن رسم له حدودا عليك أن ترجع في مثل هذا وأن تحذر من ذلك الحد. قد تقول إنما أجاوز به الحد هو موضع أمان، ما بعد الخط أراه هو موضع أمان، لكن بمجرد خروجك عنه ستتوه وتضل ولا تجد خطوطا ترشدك إلى هذا. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا، فقال عليه الصلاة والسلام: هذا الصراط المستقيم وهذه سبل، وتلك الخطوط كلها موازية له، إشارة على المشابهة في الاتجاه. هذا الصراط المستقيم وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. فإذا خرجت عن ذلك الخط فوجدت خطا ظننت أنه هو الخط الذي سيؤدي به، وربما كانت نزوة أو شيء من الشهوات
فكان دافعا لك إلى الانحراف والضلال. ولهذا من استمسك بالمنهج القويم هو منهج محمد صلى الله عليه وسلم، هو الوسطية الحقة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدلا، والمراد بالعدل هو ما جاء في كلام الله. الوسطية لا تحتاج إلى بحث في آراء الرجال ولا في أفكارهم، الوسطية تبحث في كلام الله، لأن الله قال كذلك جعلناكم أمة وسطا، أي الذي جعل هو الله، لا يجعل ما يجده الإنسان من طوائف وفرق فيقف الإنسان وسطها ويظن أنه على الوسطية. ونتوقف لأداء الإخوة للأذان. اللهم صل على